النهارده جايه لكم بمعلومه غريبه شويه، وناس كتيره قوي هتستغربها لما تعرفها. عارفين الجمبري والاستاكوزا والكابوريا وتحابيش البحر اللي بنحبها وبنموت فيها وهنموت عليها؟ دي بقى كانت اكله الفقراء زمان. والله قدماء المصريين كانوا بيحبوا الاسماك جدا، وكبارات البلد بقى اللي هي الملوك بقى والناس اللي في السلطه والحاجات دي كانوا بياكلوا الاسماك. لكن الجمبري والاستاكوزا والكابوريا والحاجات دي مستحيل ياكلوها، كانوا بيسيبوها للخدم والعبيد. تخيلوا بياكلوا الخدم جمبري. فهم بقى كانوا بياكلوا الاسماك، وده من طبعهم قوي ان هم بيحبوا السمك. لكن اللي اي حد يشتري الجمبري دوت على طول يعرفوا ان هو فقير، لان سعره كان رخيص قوي، وساعات كمان كان بيبقى ببلاش يعني. وعشان طبعهم ان هم كانوا بيحبوا الاسماك جدا، فالمصري القديم كان بيعشق حاجه اسمها السمك البوري ده، كانوا بيحبوا جدا. والسمك البوري معروف ان هو بيظهر في موسم معين في السنه، فهم بقى فكروا في حاجه، يعني فكروا ان السمك اللي احنا بنحبه ده هنستناه من السنه للسنه وموسم واحد بس. فهم فكروا في حاجه هتستغربوها جدا. خدوا السمك البوري ده، نشفوه وملحوه وحفروا تحت الأرض ودفنوه، وبعد فترة حفروا وطلعوه وبقى الفسيخ اللي احنا بناكله وبنعمله دلوقتي ده. والله يعني القدماء المصريين هم اللي اخترعوا موضوع الفسيخ ده. عشان في بلاد تانية كده بيقعدوا يقولوا يا المصريين بياكلوا ازاي سمك ني، يا ده ريحته وحشة. الأكلة دي بقى من أيام القدماء المصريين، يعني أكلة متأصلة وليها تاريخ. وطبعا من طبع القدماء المصريين إن هم كانوا بيحبوا الأسماك جدا، وإحنا بقى واخدين من أجدادنا كتير قوي. ده في حاجات كتيرة جدا القدماء المصريين أول ناس اكتشفوها وكلوها وعملوها، وحاجات كتيرة جدا هعملها لكم في فيديوهات. دي بقى عايزة فيديو تاني لوحده. بس قبل الفيديو ما يخلص عايزاكم تقولولي الجمبري بكام دلوقتي يا جماعة، والاستاكوزا بكام يا جماعة؟ يا ريتنا كنا خدم. كل واحد يشوف الفيديو دوت يقولي الجمبري بكام دلوقتي وهو في انه بلد، لان انا اخر مرة سألت عليه لقيته بمبلغ وقدره، اتخضيت من المبلغ بتاعه يعني. فكل واحد يقولي هو منين وسعر الجمبري كام. يا رب بقى المعلومة الصغيرة دي تكون عجبتكم، ومتنسوش تعملوا لي متابعة واللايك والشير أهم حاجة. واستنوني في فيديو جديد مع معلومة جديدة، معلومة سارة.